أهلين وسهلين بحبايبي الغالين، أهلين بكم، مرحبا. شنو أحوالكم؟ لاباس عليكم؟ فيديو اليوم خبز في الفرن بأشكال مختلفة. خبز فرينة، خذيت كيلو فرينة، مقادير متاعو: خذيت كيلو فرينة، خذيت 10 غرامات خميرة فورية متاع خبز، حطيت شوية زيت وحطيت وخلطته بشوية حليب، زاد حطيت يمكن كاس حليب خلطته بالماء وشوية ملح وعجنت به. من الأول حطيت الخميرة وحطيت مغرفة سكر وماء ملذلذ، حطيتهم خمروا نفجت الخميرة ومن بعد خلطتها زدتها الماء والحليب وعجنتها. كي تتعجن يلزمها تبدا فيها كالنقب هذوك معبية بالهواء، معناها هذيك راهي خامرة بالنسبة للمبتدئين وما يعرفوش يعجنوا الخبز. هذه خبز متاع فرينة ماهوش مخلط بالزبيب جملة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلين وسهلين بكم، نورتوا وشرفتوا أحبابي. يا ريت اللي تعجبوا قناتي، يعجبوه فيديوهاتي، يعمل لي اشتراك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. كل ما نهبط فيديو يجيه اشعار. ويعطيكم الصحة على الكلام المزيان الحلو كيفكم، على التعاليق الباهية وعلى اللايكات. مرحبا بكم. خليتها خمرت ومن بعد هاكا قسمتها الكيلو، قسمته ل4 طروف. لهنا طرحت العجينة، وباش نحب نعملها خبزة هذيا الأولانية حبيت نعملها ضفيرة، هاكا عملتها البوند الأولانية عملتها ماهيش كبيرة ماهيش عريضة، خاطر بعد ما عملتها لقيت العجينة مازالت وانا باش نقسم على 3 كهو. يعني نحب نصلح باش تبدا كيف كيف. لهنا هاكا بديت نقسم فيها. هاكا باش حسيلو باش نعملها على 3 وباش نعملها ضفيرة. قسمها تبدا ضفيرة. وحبيت نغير الاخرين، واحدة عملتها بالمعجون والاخرى عملتها خبز صغيرين كيف البريوش، عملته كيف الكرواسون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذايا ولدي ديما بجنبي، شوفوني نعمل في حاجة تكثر عليهم الطلبات، يعني بقيت ندور فيها الخبزة، جيت باش نعملها هكا مدورة شوية اوفال، ومن بعد ما ظهرليش هنا حطيت فوقها الجلجلان والبسباس. الخبزة الثانية هكا باش نحط عليها المعجون صفرجل، باش نرولاها ونقصها لأجزاء متساوية ونعملها كرواسون. أنا اليوم أصبحت ماخذة برد، نسجل بالسيف
نسخن ونبرد نسخن ونبرد حتى صوتي يتبدل، خشمي يحرق. ان شاء الله ما نزيدش نتعب اكثر. هاكا كيفاه باش نضغط عليها ومن بعد نسكر لها الفتحه اللوطانيه هذيك باش ما يخرجش منها المعجون يبس، خاطر كي في الفور كيف يسخن عليه الفور برشا ينجم يكحال يولي مطعمه مر. لازمني نسكر هذيك بيدي نلصقها في بعضها. معجنات والله سهلة في الدار واحد يعملها، ينقص من شريان الشارع يعملها كيما باش يعملها هو في الدار، والله تجي ديما انظف واحسن ويعرف شنو يخدم في دار. والله لا بقى منهم شيء في لحظتها ما شاء الله كلاو. من بعدها هذوكم كملتهم ودي خليش بيك عملتها ضفيرة هكاك. انا كيف باش نعمل ساندويتش نولي نعاود من بعدها. عجنت عملت كيلو سميد وشوية فرينة وعملت خبز في الفرن عاودت طيبت باش نجمنا بالحق هي خاطر في العيد ما فماش خبز في الكوشة. وليت هذايا نهار ثاني عيد وليت طيبت هكاكا، طيبت الخبز مرة ثانية باش عدينا به الملوخي. والله يبقى ليمتو غدوة كيف جاوني ضياف فطرنا منهم فماش خبز زاد كيف 3 أيام فماش خبز. اللهم تمشي تلوشي بلايص بعيدة على دارك وين وهذايا ولدي الكبير الصغير اللي بحذاي. بالأخص الأم تبدأ في الكوجينة الأم تبدأ في المطبخ ويدخلوا أولادها يشوفوها تعمل في حاجة يكثر عليهم كل شيء، يحبوا ياكلوا يجوعوا وقتها ويحبوا ياكلوا ويحبوا معناها ما يحبوكش مشغولة بحاجة أخرى، ديما يلزمك مشغولة بهم هم. وأنا ديما نبرول فيهم باهي تو نعملك باهي تو نقدلك باش ما يشوشوش علي. ربي يفضلهم وربي يفضل كل واحد عنده أولاد ولا بنات، أولاد وفلذة كبد وإن شاء الله ربي يسترهم ويحميهم له من كل شر. لهنا هذه الخبزة الأخرانية أنا كل ما نعمل حوسة هذه هكا فرينة ودرشنية واحد راسي يوجعني ماكل. ماذا بيا الفرينة ما نحبهاش تبقى فيسع علم البلاصة. هاكا ذاك خبز هو اما هاكا جاك شكل كرواسون مطعم كرواسون خاطر العجينة خفيفة برشا وهذيك الخبزة المثلثة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاكا كيفاش منفجة. طيب علاش قلت لكم أنا الخميرة كي تبدا خامرة إلى اللقاء.